أهلا بيكم. النهاردة بنغوص في قصة مش عادية خالص من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. بنتكلم عن الطيار المصري أحمد كمال المنصوري. آه، الاسم اللي ارتبط بلقب غريب أطلقته عليه القوات الإسرائيلية، الطيار المجنون. بالظبط. مصدرنا الأساسي هو تفريغ نصي لفيديو من وكالة ستاب نيوز على يوتيوب. الفيديو ده بيحكي تفاصيل الصراحة مذهلة عن الطيار ده. ومهمتنا هنا إننا نستعرض الرواية ونحاول نفهم سوا ليه اتسمى بالاسم ده، وندخل في تفاصيل معاركه اللي تبدو أحياناً خارقة للمنطق. تمام. المصدر بيشير لنقطة طويلة جدا في البداية كده كتشويق، اللي هي إنه حطم الرقم القياسي الأمريكي في عدد الطلعات الجوية. عمل 52 طلعة في 18 يوم بس خلال حرب أكتوبر. ده لوحده رقم مش طبيعي. فعلاً رقم ضخم جداً، ويدل على حجم الضغط والمجهود. ده غير إنه خاض واحدة من أطول المعارك الجوية في التاريخ حسب المصدر. طيب خلينا نبدأ من قبل حرب أكتوبر. في حادثة محددة المصدر بيركز عليها يوم 15 فبراير 1973. دي شكلها كانت البداية أو الشرارة. صحيح، الواقعة دي زي ما بيعرضها المصدر مهم عشان نفهم اللي جاي بعد كده. صدرت الأوامر للمنصوري وزميله الطيار حسن لطفي أوامر بإيه؟ بالإقلاع فوراً لاعتراض تشكيل جوي إسرائيلي 6 طيارات فانتوم فوق السويس والزعفرانة. 6 طيارات فانتوم؟ وهم كانوا كام طيارة مصرية؟ 2 بس، طائرتين ميج 21. يا خبر، 2 ضد 6؟ دي مواجهة يعني مش متكافئة خالص. تماماً. المصدر بيوضح كمان تفاصيل التسليح. طيارة المنصوري مثلاً كان عليها 4 صواريخ جو و400 طلقة مدفع. طيب والفانتوم الإسرائيلية؟ أكيد تسليحها كان أقوى بكتير. أكيد. المصدر بيقدر إن ال6 طيارات دول مع بعض كان عليهم حوالي 48 صاروخ 48 صاروخ؟ وحوالي 30 ألف طلقة مدافع. وكمان كل طيارة فانتوم كان فيها طيار ومساعد للرماية والتسليح، يعني ضعف الطاقم. يعني التفوق كان عددي ونوعي وفي الطاقم كمان. ورغم كل ده الاشتباك استمر. المصدر بيقول 13 دقيقة. 13 دقيقة ده زمن طويل جدا في معركة جوية. المعدل الطبيعي يقال إنه حوالي 3 دقائق بالكتير. ده معناه إن القتال كان عنيف جدا، وإن الطيارين المصريين قدروا ينوروا ويصمدوا بشكل استثنائي. صحيح. واللافت أكتر اللي حصل في أول الاشتباك. المصدر بيقول إنه في خلال أول 30 ثانية بس. إيه اللي حصل في 30 ثانية؟ المنصوري قدر يسقط طيارة قائد السرب الإسرائيلي، الطيارة اللي كانت بتعمل استطلاع للمنطقة. ضربة قوية في البداية، أكيد دي لخبطت حساماتهم شوية. ممكن جدا، لكن طبعاً ده خلاهم يركزوا هجومهم أكتر على الطيارتين المصريتين. المعركة استمرت لحد ما حصلت نقطة حرجة. اللي هي إيه؟ الصواريخ خلصت. صواريخ الطائرتين المصريتين نفدت. وهنا الوضع بقى خطير جدا. بدون صواريخ والوقود كمان أكيد بدأ يقل. بالظبط، الخيارات بقت محدودة جدا وخطيرة. الرواية بتشير إنه دار نقاش بينهم في الجو. نقاش عن إيه؟ الهبوط الاضطراري؟ عن محاولة الهبوط الاضطراري على طريق صحراوي، أو اللجوء لخيار تاني مستوحى من الكاميكازي الياباني. الكاميكازي؟ الاصطدام بطيارة معدية؟ اللي في الهبوط الاضطراري ده لقى صعوبة في تنفيذ هبوط آمن. فاتخذ قراراً صعباً جداً. قرار تضحوي وبطولي فعلا. قرر يستخدم طيارته نفسها كسلاح أخير. عمل إيه بالظبط؟ ووجه طيارته الميج مباشرة ناحية طيارة فانتوم إسرائيلية واصطدم بيه. فجر الطيارتين سوا. يا الله، تضحية كبيرة جداً. أكيد، تضحية أنهت دوره في المعركة، لكنها في نفس الوقت سببت خسارة تانية للإسرائيليين. وبكده بقى المنصوري لوحده في الجو في مواجهة باقي الطيارات، ووضعه أكيد كان حرج جداً. حرج لأقصى درجة. الرواية بتقول إنه ما كانش فاضل عنده غير 10 لتر وقود. 100 لتر؟ ده يدوب يطير 30 ثانية. بالظبط، يعني مفيش وقت للتفكير الطويل أو للمناورة للهبوط بشكل طبيعي. أي قرار لازم يكون فوري ودقيق لأقصى درجة. والقرار اللي أخذه المنصوري حسب المصدر كان جريء، مجنون. ممكن نقول الاتنين. قرر يهبط، بس مش على طريق صحراوي واسع، لا، أمال فين؟ على طريق ساحلي ضيق جدا جنب فنار الزعفرانة. المصدر بيحدد أبعاده. عرضه 8 متر بس، وطوله 150 متر. 8 متر عرض و150 متر طول؟ ده مش مهبط طيارات ده.
ده يا دوب ممر. فعلا، مقارنة بممرات الهبوط العادية اللي ممكن توصل ل 100 متر عرض و4500 متر طول، الأبعاد دي شبه مستحيلة لطائرة نفاذ. طيب وهبت إزاي؟ المصدر بيحكي تفاصيل الهبوط ده؟ بيحكي تفاصيل مذهلة، إنه هبط بسرعة عالية جدا 400 كيلومتر في الساعة، 400؟ ولما العجل لمس الأرض اللي هي كانت رملية أو مش ممهدة، العجل غاص في الرمل، وده ساعد الطيارة إنها تقف بسرعة. وقفت فين؟ المدهش إنها وقفت على بعد كام متر بس من أتوبيس كان واقف على جنب الطريق. لا القصة دي مش معقولة، ده سيناريو فيلم أكشن. هو فعلا يتحدى المنطق وقواعد الطيران المعروفة، محتاج مهارة غير عادية وجرأة ويمكن كمان حظ كبير. بس القصة ما خلصتش هنا، بمجرد ما نزل الأرض كان لسه في خطر. صحيح، الطيارات الإسرائيلية اللي كانت لسه موجودة حاولت تقرب منه عشان يقتلوه أو يسيروه هو على الأرض. نجا تاني بأعجوبة، لكن المصدر بيحكي عن مفارقة حصلت بعد كده، مفارقة مؤلمة. للأسف، بعد ما نجا من المعركة والهبوط ده كله، لجأ لكتيبة مشاة ميكانيكي مصرية قريبة عشان تساعده. طيب إيه اللي حصل؟ حصل سوء فهم. الجنود المصريين يمكن بسبب حالة التوتر أو شكل المنصوري بعد الهبوط العنيف افتكروه طيار إسرائيلي طيارته وقعت. معقول؟ افتكروه إسرائيلي؟ للأسف، وبسبب الغلط ده اتهاجموا عليه وضربوه. ضربوه؟ قوات صديقة؟ أيوة، والمصدر بيقول إن الضرب ده سبب له كسر في عموده الفقري، معرفوش حقيقته إلا بعدين ونقلوه المستشفى. قصة غريبة ومؤلمة فعلا، ينجو من كل ده ويتصاب بالشكل ده. الحادثة دي بكل تفاصيلها، يعني من المواجهة الصعبة لتضحية زميله للهبوط الإعجازي للغلطة المأساوية دي، بترسم صورة لطيار مر بظروف غير عادية بالمرة. وده يمكن اللي يفسر شوية الاستعداد النفسي إنه يعمل حاجات تبان للناس التانية جنونية. بالظبط، وده بيودينا للحدث التاني المهم اللي المصدر بيركز عليه، الحدث اللي غالبا كان السبب المباشر في لقب الطيار المجنون. اللي حصل في حرب أكتوبر 73. أيوة، في الساعات الأولى من الحرب، المنصوري في طيارته الميج 21 رقم 8040، وفجأة لقى نفسه في موقف صعب جدا. إيه الموقف ده؟ لقى طيارة معادية غالبا إسرائيلية وراه مباشرة، لازقة في ديله زي ما بيقولوا، وموجهة مدافعها وصواريخها عليه. ده أسوأ كابوس لأي طيار مقاتل. فعلا، الرواية بتوصف الموقف ده بإنه كان موت محقق، مفيش مفر تقريبا. لكنه ما عملش المتوقع، قرر يعمل حاجة مختلفة. قرر ينفذ مناورة اسمها معروف في عالم الطيران بمناورة الموت الأخيرة. الاسم لوحده يخض. إيه طبيعة المناورة دي؟ هي حركة خطيرة جدا، لكن عشان تنجح أو عشان الطيار ينجو منها أصلا محتاجة شرط أساسي. اللي هو إيه؟ الارتفاع. لازم الطيار يكون على ارتفاع عالي مش أقل من 6000 قدم عشان يقدر ينور ويرجع يتحكم في الطيارة قبل ما يخبط في الأرض. 6000 قدم؟ طيب والمنصوري كان على ارتفاع كام وقتها؟ وهنا بقى الجنون الحقيقي في القصة. المصدر بيقول إنه كان على ارتفاع 300 قدم بس. 300 قدم؟ ده مفيش خالص، ده قريب جدا من الأرض. 20 مرة أقل من الارتفاع الآمن للمناورة دي. تنفيذها على الارتفاع ده يعتبر انتحار شبه مؤكد. ورغم كده عملها؟ عمل حركة مفاجئة وحادة جدا، نزل بمقدمة طيارته لتحت بسرعة رهيبة كأنه داخل يخبط في الأرض. والحركة دي عملت إيه؟ بسبب الارتفاع المنخفض جدا، الحركة دي عملت سحابة تراب وغبار كبيرة من الأرض. فالطيار الإسرائيلي اللي وراه شاف السحابة دي. بالظبط، افتكر إن الطيارة المصرية خلاص اتحطمت، إن المنصوري مات والمطاردة خلصت. وهنا عنصر الخداع بقى. تماما، الطيار الإسرائيلي وهو مطمن قرب من مكان التحطم الوهمي ده عشان يتأكد، وفي اللحظة دي بالذات المنصوري طلع تاني. فجأة استغل السحابة كغطاء ورفع طيارته للسما تاني، لقى نفسه وش في وش مع الطيارة الإسرائيلية اللي بقت قدامه وفي مرمى نيرانه. الأدوار اتبدلت تماما. في ثواني، اللي كان فريسة بقى الصياد، أطلق صاروخ على طول وأصاب الطيارة الإسرائيلية مباشرة، أنهى المعركة لصالحه. المناورة دي بالجرأة دي وعلى الارتفاع المستحيل ده، هي دي اللي خلت الإسرائيليين يطلقوا عليه اللقب. هو ده اللي بيذكره المصدر، إنه القادة الإسرائيليين وقتها هم اللي سموه الطيار المصري المجنون. لقب مفهوم الصراحة بعد اللي عمله ده، فيه ذهول ويمكن تقدير غريب ممزوج بالدهشة.
والمثير كمان رد الفعل الإسرائيلي الإعلامي اللي بيحكي عنه الناس. إيه اللي حصل؟ يتقال إنه بعد القصة دي ما انتشرت، إسرائيل أنتجت فيلم وصف بإنه ساخر أو دعائي. وكان اسمه إيه الفيلم؟ نفس الاسم، الطيار المصري المجنون. طيب والفيلم ده كان عايز يقول إيه؟ المصدر بيقول إن الهدف كان مزدوج، يمكن عشان يبرزوا الجرأة اللي شافوها جنون وتوهر من المنصوري، ويمكن كمان عشان يبرروا خسارتهم للطيارة بإنهم يصوروا الطيار الإسرائيلي حذر ومتردد قدام خصم مش عقلاني. طريقة مثيرة للتعامل مع الواقع إعلامياً. طيب والمنصوري نفسه إيه أخباره بعد الحرب؟ المصدر ذكر حاجة؟ للأسف المصدر موجز جدا في النقطة دي، بيقول بس إنه عاش وشاف وسمع احتفاء المصريين والعرب ببطولاته دي، لكن مفيش تفاصيل عن حياته بعد كده. تمام. يبقى خلينا نلم القصة زي ما عرضها المصدر. طيار مصري أحمد كمال المنصور عمل حاجات تتحدى المألوف، صمد في معركة شبه مستحيلة 2 ضد 6، عمل هبوط إعجازي على طريق عرضه 8 متر بس، ونفذ مناورة الموت على ارتفاع يكاد يكون انتحاري ونجح فيها وأسقط طيارة العدو. المحطات دي كلها بترسم صورة لطيار عنده مزيج نادر فعلا، مهارة عالية جدا، جرأة ممكن تتوصف تهور، وقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية في لحظات تحت ضغط لا يتخيله أحد. واللقب اللي أطلقوا عليه عدوه المجنون. بنرجع نسأل تاني، هل ده كان جنون ولا شجاعة فائقة ومهارة استثنائية وصلت لأقصى حدودها بسبب الظروف المستحيلة؟ بالظبط، الخط اللي بيفصل بين الجنون والشجاعة بيبقى رفيع قوي وقت المعارك دي. والمصدر بيختم بنقطة الصراحة بتفتح تفكير أعمق، اللي هي إيه؟ بيتساءلوا عن الإرث اللي بيسيبه الطيارين. بيقارن بشكل ضمني بين طيار زي المنصوري اللي بيتشاف كبطل قومي دافع عن بلده ضد عدو خارجي، وبين طيارين تانيين ممكن يشاركوا في صراعات مختلفة. صراعات داخلية مثلا أو مهام عليها جدل أخلاقي. بالظبط. فبيخلينا نفكر إزاي بيتكون إرث الطيار أو الجندي؟ هل هي بس مهارته وشجاعته؟ ولا السياق الأكبر للصراع، طبيعة العدو وأهداف الحرب السياسية هي اللي بتحدد في النهاية هيتذكر إزاي وهيتقيم تاريخياً إزاي؟ فعلاً نقطة عميقة جداً. قصة الطيار المجنون دي بتخلينا نفكر في الأسئلة المعقدة دي عن البطولة والإرث في زمن الحرب. هو تساؤل مهم بيخلينا نفكر إزاي بنبني ذاكرتنا التاريخية، وإزاي بنصنف الأبطال والأفعال البطلية في سياقاتها المختلفة. نقطة ممتازة نختم بيها استعراضنا المكثف لقصة الطيار أحمد كمال المنصوري. التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.